بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، نتكلم كذلك حول معاملة الرسول مع الحيوانات. طبعا هذا أمر غريب في هذا العصر أن نتكلم حول معاملة الإنسان مع الحيوان، لأن الإنسان لا يعامل أخاه الإنسان بالرحمة، فما بالك كيف سيعامل الحيوانات؟ ولكن حتى نعلم أدب الإسلام وأخلاق الإسلام نذكر هذه الأمور حتى نكون صاحب علم في الإسلام. ولكن أنا أعلم كثير منكم ونحن جميعا نتألم لما نراه في البلاد، خصوصا البلاد الإسلامية. نذبح بعضنا، المسلم يقتل أخاه المسلم لأن لونه ليس نفس اللون أو قبيلته ليس نفس القبيلة. شيء نتألم كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجو الله عز وجل أن يحقن دماءنا وأن يجعل المحبة بيننا قائما، وأن نعود إلى ديننا ردا جميلا إن شاء الله. وما نقوله اليوم هو حتى نعلم أحكام الإسلام، نتعلم دين يرحم الحيوان، فما بالك برحمته بالإنسان. حتى نتعلم هذا ونحاسب أنفسنا كم نحن بعيدون عن سنة الله عز وجل الذي يأمرنا أن نتلبس به وأن نجعله عملا مطبقا في حياتنا، حتى نعلم ونرى عيوبنا ونصلح من هذه العيوب إن شاء الله. برايد عزيز إيرو أم بحثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام و داين ساندنا وياجي حق حيوانا. حيوان وزانن چنه بكرماجي حيوان رد بيجن آجال، نفس آجال الحيوانات بين آجال. ليه كردي اخي نورمال بيجن حيوان آجال چنه حيوان چنه آجال تازه فيربونه. بلكي جگلك جوارا ياجي ام خوجي شخصا از دم قناه بي در تجوارات بيجم بخود دلي من اشخو فديدكم بحثا بي مساله هانيتكم. چما فديدكم لورا ام انسان جي انسانيتي دركتنه. ام انسان ظلم الانسانات كن هدي، ام مال هف خرات كن، اولاتي هف ام تالانت كن، ام هف دشوتين بلا مصيبتاتين سري هف. اجا قومك يجي امتك ام ملتك ورحمل انسانا كي تشا ورحمل حيوانا بك. يعني براستي اف درساني ادبجم جي از بخو فديتكم از بجم حيوانا راوها بكي او از يجي بجم كانسان ام ظلم الانسانات كن. ونهرو اخبار الدنيا تخاينن ام چه قاسا ظالمن ام مال هفخرات کن. زمانکی کافر مسلمان کشت مق عاجز کن مدگو کافر مسلمان دبجن اجا ایرو مسلمان دبجه. جامعه هف بمبات کن، هف دگرن بقارشی لهمبر قامره بدماچه برای سری هف ددن. یک درته بجم سوند خواریه گرز 10,000 انسانی بگجم تمام نبی اجا رقم من هر کس کی بشکل کی ها رقمم تمام نبی گرز از 10,000 تمام بکم. به شکل هانه هدف و غايه ما ایجام چما بانتشتاد بجن ام حیات پیغمبر خناس بکن. دین ما دینکی کامله، چنا به ام سرتشتکی خبردن و ام پرچدن اوی اسلامش بیراب کن. ام گره دین خوب شکلکی پاک، شکلکی مزن، شکلکی تمام ام فهم بکن. بانتشتای که ام بجن ایرو اگر که خدای هات رحمه ام بون مرو انسان خینا مسکنی ام گره فهم بکن دوانه حیوان جی حق حیوان السرمه چیه، حق تشتیدی سرمه چنه. ایجا درسك وانا متخيلن امجبون پیغمبر فهم بكن عليه الصلاه والسلام ورب ما عز وجل چه امر متك دقال وان حيوان كد بما دقال مد في دنيا هانيدا دجين في حياته هانيدانه ام تشوا دقال وان بدون بسطينين. اولا وقبل كل شيء علينا ان نعلم الله عز وجل خلقنا وخلق معنا الدواب وما غير ذلك نحن نسميه الحيوانات. خلق الجميع، هم يشاركوننا في عبودية الله عز وجل، هم مخلوقات الله ونحن مخلوقات لله عز وجل. الفرق بيننا عبوديتهم لله فطري وعندنا اختياري. نحن نختار أن نكون عبدا لله أو نعبده أو نعصيه وننكره. أما الدواب وغير ذلك من المخلوقات والحيوانات كما نقول عبوديتهم لله طوعي أو اضطراري كما نقول أو فطري، هكذا يسبحون الله عز وجل. فعلينا أن ننظر إلى الحيوانات بهذه النظرة. هم يشاركوننا بأنهم مخلوقون لله عز وجل. لم يخلق الحيوانات رب آخر أو إله آخر، بل خلقهن الله عز وجل جميعا.
وهناك سور في القرآن الكريم بأسماء الحيوانات، سورة البقرة، سورة النمل، سورة الفيل، سورة العنكبوت، سورة الأنعام، بأسماء الحيوانات. الله عز وجل خصص بعض آيات القرآن تحت أسماء الحيوانات. سورة البقرة أكبر سورة في القرآن، أطول سورة يعني، ربما إشارة إلى أن نعلم بأن هؤلاء الحيوانات يشاركوننا في عبودية الله عز وجل، وحتى يعيننا على أن نعبد الله أكثر وأحسن، وأن نعيش عيشة كريمة، لأن نأكل ونركب ونعمل غير ذلك، حتى يخفف عنا مشقة الحياة ونكون أقرب إلى الله عز وجل، لأننا نستفيد من هذه الحيوانات. بريا هرتشتي حيوان دمك هاد قوتن عقل ما جرج مرة بجا حيوان جيواكينا تنا خدي وان شكريه، خدي تو خدي وان حيوان يك خدا كيه، حاشا يعني خدي ما شكريه لي حيوان خدا كيدينا أو جيواكا ما خدي وان شكريه. حيوان جيواكينا إنسان عبادت خدي راتكن، تسبح ذكر خديتكن، خديت قرآن داد بجا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، دبي هرتش تسبيح وذكر خديتك، هرتش حيوان دكن، إنسان دكن، دار دكن، محسيد دكن، هرتش ذكر خديتك، فقط دبي لا تفقهون تسبيحهم زمانه وانفعمناكن. يعني أوجي وكنا مع عبد خديرة وعبوديتش خديراتكن، عبوديته وان عبديتيه وانش خديرة اوان دبيجين يا بكرماجي خزائي، يعني جدوغا وانت طبيعته وانت، يعني جوانا الشيخ وانتنا خوجه وانتنا اي حيوانا ورب بسلمان ببا كافرنا حيوان تابشخون تسليم خدي بونه امر خدي بجيتينه لقورا حالقو. يعني ام انسان بتنه يام بين كافر يام دل مسلمان، فرق ماذا افهي خدي عز وجل دو قرآن بيروز داجي چند حب سوره قرآن بناوي حيوان دانيه. مثلا متخيل انت دي سورة الفاتحة وخوان پشت فاتحة سورة كي تجرد بين چه؟ سورة البقرة. سورة البقرة ان سورة مازن قرآن ده اوقا مازنها اوقا مازنها. بقرة معنى چه لا؟ تركيد بيجن اينك، يعني چهلك نابي خدای عز وجل سورة كي قرآن ده قوتي بقرة نابي ويه. سورة كي دي نجرى قوتي النملة، نملة يعني كرموري قارنجا، يعني نملة نمل مورستان ويدانية. سورة كي جرد بجا فيل، فيل حي سورة فيل ألم ترى كيف فعل، سورة فيل دانية. سورة كي جرد بجا عنكبوت، عنكبوت بكرديت بن بيرك، تركي جنابي تشيب كرد ها نانا بتركي نابي تشبو örümcek نابي كردي بكرماجي وقود بين چه ترى فيل ام بجا بيرك اري وانا تم نابي عنكبوت هنا ور حاصله كلا نحل ميشا هنقف، ميشا هنقف چه كيا خدي نابي وانا تم قرآن ده هنا نابي وانا يعني سورة كده سورة بقرة، سورة فيل، سورة النحل، سورة عنكبوت، سورة النمل، سورة أنعام، سورة حيوان معنوي، يعني حيوان مازن هنا مثلا قامش وچيل وأبي مازن نابي أنعامه. وانا چما عالم دبيجن چما خدي وان نوال وان شرح نوال قوتيه جبان انسان زانبن وان حيوان اورتاخي تو في دنيا هانينا ون اورتاخي هبن في دنيا هانيدا دنيا ما بترنا حيوان يجي ام تب اورتاخي هبن في حياته هانيدا وخدي وان كريا بن خدمته ما كو امجي دهان تقارب نزيك خدي ببن. مثلا اگر كو ام گوشت حيوان نخون ام شيره وان و نخون ام لوان سيار رب نچنيني حياه قصه زحمت بجمره يعني بري مثلا حياته بري چي بود سر حساس ياردبون بدوات چون دهاتن آب بو خارن بو نام بون بري حيوان جات كرن نوسا جات بري حيوان ابو ام شيره چه بدخون ام شيره حيوان بدخون ام گوشت چه تخون ام گوشت حيوان تخون. خدای وان کریه خدمتکار جمره وان صورت دانیه گوتیه وانا جیوه که بجه وانا اقربای هفن يعني اما حیوانا ام مروه هفن ساکنو ام بجه آلی کاریه مدکن دست خدا بجن ما باره ما سبکت کن لو ما دو قرآن دایی چند حب آیت تنه خدای قالت کده من حیوان جوارا چه کریه حیوان جی خدمت آوت کن باره و سبکت کن هنک جی هنه تنی کاریه ری آنجا تب حیوان هری ایرو تقصی در کتنه بی وقت حیوان دنه ون آلی کاریه مدکرن. طبعا الله عز وجل هناك آيات في القرآن الكريم يذكر الحيوانات على أنها خلقهن الله عز وجل لخدمة الإنسان ويعين الإنسان، والأنعام خلقها لكم
فيها دفء ومنافع للناس ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم، يحمل الثقل إلى بلد آخر، لم تكونوا ببالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يذكر بأنه خلق الحيوانات لأننا نستفيد، نركب الحيوان، نحمل الأمتعة وغير ذلك من بلد إلى بلد آخر حتى نستفيد، وهناك حيوانات فيها جمال وفيها زينة نحن نشتريها حتى يعني سرورا وفرحا، جمال أو الخيل أو من أنواع الطيور، هذه الحيوانات خلقها الله عز وجل للإنسان. بآياتك معنا أخواني خدت بمن أنعام كهات قوتن زمان عربي دا حيوان مازن، تركيا مجونات بجنا بيوك باش حيوان اكسر وان مازنن، وكنا دوا وكنا تشيل تركيا بجنا آخر يعني اوان حيوان هاني اوه كو گوشت وان حلاله ياجي حسبك يكتل سيارد بي حيوان كو گوشت گو فایدهش گوشت وان ددين تفایده سیاریا وان ددين تفایده جپشت وان ددين بارتا جي كدمن جي كادنه خديت بجم وانا جوارا درست كريا ويخلقوا ما لا تعلمون تشتكوا نزان اجازه درست بكم كوبان تكنولوجيا نو دركتنا تب خدمتها انسان دكن ورحاصل حيوان جي شريك من في حياته هاني دا قرم قيمتها وان بزان بين. طبعا لنرى ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد كيفية المعاملة مع الحيوانات التي خلقهن الله عز وجل. اولا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاء الحيوانات. الحيوان لا يتكلم ولا يستطيع أن يشكو، ولكن يحرم على الإنسان أن يؤذي الحيوانات. هناك حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، هذا يحرم أو حرم الرسول. وهناك حديث يرويه ابن عمر لعن رسول الله من مثل بالحيوانات، مثل يقطع الأذن يقطع الرجل كعقوبة يتمثل به، فكل هذه الأمور حرمها الإسلام أن نؤذي الحيوانات. نقطة أول أميانا بحثة شبكم داين وساندنا ما دقال حيوانا إيشاوبا يك پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دبجا حرام ون أزيتك بدن حيوانا، يعني هناك إنسان حيوانات شوتينن نجيوان تشكينن قويوان شدكن قمشكوان شدكن أنا مصيبتها تنن سريوان. پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث خوي شريف ده دبجا وها نكن ظلم الحيوانا نكن أزيات ندن حيوانا حتى دبهن كي إنسان ديت كوا حيوانا كي سرچعوي شوتاندنه جبونه كو حيوان هندانه بري عادته كي هبون او حسنا صورت كرن قوي وانت خسن سرچعوي وانت خسن دني روا شوتاندنه دبي لعنت لبانه كو هاكرنه حيوان اني انسان تك بي ازيات هاني ولا بي حيوان هاني كريه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي ابيا تشتكي چنابه ازيات الحيوان نكن في ظلم الحيوان نك حيوان جنايه فقير زمانتنا تشما بشوتيني يعني مع الاسف قال لك ظلم كما ظن حيوانات يكرم. وهناك حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقيها ولم تتركها تأكل من خشائش الأرض. انظروا إلى هذا الأمر، الامرأة تدخل النار لأنها عذبت حيوانا لا ذنب لها، حبستها حتى ماتت، لم تترك حتى تذهب وتصادر نفسها ولم يطعمها، فأصبحت من أهل النار لأنها قد أذت مخلوقا خلقها الله عز وجل. حديثة كادنه پیغمبر بيش عليه الصلاة والسلام دبي جنكي هاتي عذاب داين، جنكي خده عذاب دايكي سبب چما دايكي دبي حبكي بسيك ونزانه چنه بشيله يعني بسيكي گرتيه كريه جيكي حبس كريه قفسكي ندلك هرش خاطشتكي بخو بخو نه او خارنو ابو بخار ندده بسي حيوا حتى وقت مره دبي اف ظلامكو اف جناكو في تشتي يعني انيه سلوي حيوان خدي عذاب دا يعني حيوانك زماني تنه تبي برچي هيش تي هيش خارنو و خارنه تنه دايكي او تايزنا نده اوش خارت تشتكي بخو حتى وقت مره ابيات تشتكي حرامه خدي في تشتي يعني قبولناك. طبعا ايرو اجا تشتك امتي نسريها او حسابنا يكن اجا امجي انسان برسي ديلن اما زندانا دادلن ام چتي نسريوان یکی کو او خدا کی کجبانه عم بجن پسیکه کی انسان عذاب بده جبانه انسان چه عذاب ندوان حساب الجمع. طبعا كذلك الإسلام يأمرنا على أن نكون رحماء بالحيوانات، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة
على أن يهتموا بالحيوانات. التعذيب حرام والاهتمام بالحيوانات مهم جدا. هناك حديث يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها وكلوها صالحة. أي إذا تستعمل استعملها جيد، إذا أكلتها جيد. أطعمها، لماذا تتركها جائعة تلحق أو وصل بطنها إلى ظهرها، مع علامات الجوع علامة العطش، إنه لم يطعمها. فهذا من أمر الإسلام على أن نحسن معاملة الحيوانات. حديث كادن پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمر متكك وأمر حمل حيوانا بكن ظلم الوان نكن دبه كديد حشتر دبه ضعيف بيا برشي بيا زك وبشتاي بيا يك تدي جانا ام بجم كردي دبه زكي بشتاي بازلقيه معنوي جبرتيبونا زيدا كلمه كرديه پیغمبر نراب حيوان فقير زكي گشتي بشتاوي دبه كيفي حيوانه وها برشي اشتياش خدا بترسن خوارني بدنوان برازكي وان تربه دبه رب عالم امر وتكاش خدای خوب ترسن خوشکایی لوان سیاره برازیل وان جیتر به و خارجی خوشکایی گوشته وان بخون. یعنی اف چه حاله و بی حیوان هانه کریه بی حاله هانه جوی آلید امريكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام. وكذلك مدح الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحسن معاملة الحيوانات. وهناك حديث مشهور بأن رجلا في الصحراء يعطش ينزل إلى بير حتى يشرب الماء، فبعدما يشرب ويخرج يرى بأن كلبا يأكل التراب من العطش، فيقول قد وصل به ما وصل به، فينزل إلى البير ويجعل الماء في الحذاء الذي يلبسه وجعله في فمه حتى يخرج، فسقى الكلب من هذا الماء وأنقذ حياة الكلب، فالله عز وجل رحمه لأنه رحم هذا الحيوان فشكر الله له وغفر له. مسألة كدني لسر خيرك إجا معرف قنجي الحيوان بك حديثك يا وتبا بهستيا في خمر وها فرمانتك عليه الصلاة والسلام دبي ظلامك اللي تشولكي برشي تيبو آفتنا قرية بيرا كديد وانت زانم بير عردويد آفه دا عرده دا آف اوی کابرات که بیره بشکل کی آوه ودخو تما کش بیره درته تدی بیرج محقق دوار جرا چکنه چجوره تماشات که حبه کی ساکوش کی هاتیه جتینا آخید خو قریاتی بیه آفتنه آخید خود به برابر کی زکی بجم نرم به یعنی تیبون اوی هره اف ظلام بجا سبحان الله اف حیوان جوا کام تیبیه اوج بنی اشقا تیبو آفتنه و نزبه مراما اف حیوان جوا کام تیبیه جارا کادید که بیره ام بجه قندره خو پیلا و خو آوید خید که دوی خو obdesta درته در و آوید دوی کوچکی هانه وی حیوان آوید بد خو جمرنی خلاص دبی رب عالم سپاسی اوی که یکا بجه عبد من عفر مشترا وی عفو کر بلاک رحمه لوی حیوانه کر یعنی دینکی او قصا مازنه برحمته دبی رحمه لوان حیوانه هانه بکن و ظلمه لوان نکن ازیت ندنوان دل خوبوام شوتن. أمر آخر كذلك يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرحم هذه الحيوانات، وليس الرحمة البدنية أولا وثانيا النفسية، أي نحافظ على شعورهن. هناك حديث بأن الصحابة يقول كنا في الصحراء في السفر رأينا طيرا يعني ولها فراخ فأخذنا الفراخ الصغار يعني أولاد الطيور، فيقول رأينا بأن الوالدة أتت وترفرف وتعيط هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا حصل إيش ماذا عملتوا؟ يقول أخذنا الفراخ يعني يقول ردوها لا تفجعوها بأولادها، أعيدوا إليها طيورها أو أولادها لأنها مرتبطة بهم كثيرا. انظروا كيف يرحم الحيوانات حتى. لذلك علينا أن نهتم بشعور الحيوانات. إذا رأيت مثلا حيوان وعندها ولد صغير هكذا مرتبط بها ارحموها حتى يكبر هذا الخروف أو النعزة أو ولد البقرة. هذا كذلك من الاهتمام بشعورهن. علينا أن نعلم هذا الأمر. تشتكي دنيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيسا دبي رحمة الحيوان بكن رحمة فيزيكي نا إجا رحمة نفسي يعني دلي خوب حيوانا بشين دلي حيوانا نشوتين تدي ام انسان دماكو زاروكي مدمره یا نخوشت که چقدر دل ما بوند شوته زاروکی من نگده من دل ما شوتم دنیا خیرات کن حیوان جی وکم منه حیوان جی جبان تاجیک خو دل وند شوته اینکه حیوان هنه متبادی تیه محقق مثلا تاجیک وند شوته چه دمرن یعنی او دگرین آف شعبی وند خواره دل وند شوته وان حیوان یعنی
إجا صحابات بيجن روكي أم دقال بيخنبال سفر كدابون محبكي طير ديت تشكي طيريها بوم تشوشك بوم تشكي بي دبي ما تشكي آني دايكا وان هات هيلين تماشات که هيلين والایه هيلين ما تشكي در خستيه تشك زانه چنه جيب يوري وان چلكي وان بچوك دبي قيراوي حيواني برداد چه وداد چه دنيا خرات که پیغمبر به خیره و چه کریه کی تشکی بی حیوانه بریا تشکی بینن صانه کنده به دلیویت شوته یعنی به حیوانه کبچو چه که قیرت که فقیر دلیویت شوته پیغمبر در حال که به فرقیت به دلیوی حیوانه اشتیاد بدون تشکی بردن جرا بردن می دایکا وان سکنی یعنی حیوانه کو حیوان جی زمانه وانتنه فقط دلکی وان هه بکردید بین کذب وانجی هه کذب وانجی شوته لو ما اسلام جی امر متکه دبي جارة أم ظلم الوان حيوانا نكين رحمة الوان بكين هناك حيوان هنا تشكي وان تشيلمن برتعبي وان دور نخينن تشيلك هنا مثلا حيوان هنا تشيلمن تشكي وان دمرن أفان فقيرة كان روجات كن قير بكرتي بجن عورة وانت كنت قير تكين تشكي وان تنا يا شوية هركس تنا أم بجن حيوان يجب بزنت هر تشكي كن جم دايكا خو أباك تشكي تنا تك قير كا تشكي ملكية يعني إسلام بجا رحمة الوان حيوان يعني شبكم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قلناه دعوه على جنب كذلك يأمرنا الإسلام بأن نعامل معاملة الحيوان عند الذبح أحل الله لنا أن نأكل بعض الحيوانات ومع ذلك يأمرنا بأن نحسن المعاملة إلى الحيوانات حينما نذبح لا نقول خلاص مسموح لي أن أكل لحم الحيوان سأذبح كيفما أريد يقول لا تعملوا هكذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته هذا الحديث يقول الرسول أنه رأى صحابيا ربط غنما أو نعجة في الأرض حتى يذبح ومعه سكين وأمام الحيوان يعمل هكذا تعلمون معنى هذا يحد فيقول ذبحتها مرتين لا تعمل هكذا ذبحته أولا تخوفها هكذا وبعد ذلك ستذبحها لا تفعل هكذا ارحموا الحيوانات دين كم هو لطيف في معاملة الحيوان فما بالك يكون معاملته بالإنسان عكس ما نعامل الإنسان اليوم تشتكي دني حيوان خودش مرة حلال كريا كم گوشت حيوان بخون اب گوشت حيوان اجي سيستم قويه گرت سروان جيكي يعني حيوان کی تنکاری همه گوشت زندی خو گرت سری جيكي خويناوي جاني دره خويناوي بيساره داويت گوشت بي حيوان بخوي دقلبي پیغمبر جمرات بي عليه الصلاة والسلام دمك وسري حيوانك جيكر برحمة سري وان جيكن خوشك دينن عرضي ازيات ندنوان بيويس كشعبي وان بگرن برا كيرا وندينن صحابه که دبی حیوانه که دای عده سری جه که کره دست خو ونزان قصب وهات كن كري توجد كن حسنات خني ابي اجا وقت كيف اب حيوانه انا درج فقير العرضيه حيوانه نكاله بيوم شرجنا كما فحمات اشتات كان خدي فحمي دايكين پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيت دجاره بي حيوانه كشوانه ك غنيبيا دبي يعني بريك تدين عادته كري الهندر توجب كره برا كره خو نديتا تواتي برچعبي كري وها توجد كي ها وكا كازي تبين مسريت زرابيت قد حيوانه فقيره يعني رحمت بالحيوانه بكن حديث اخويا مشهوره دبي قابا وحيوان قادت به هر خيري قبول که هر تشت قنجي وريكا ويا باك هي دماغ و سري جيكر بشكل كي باك سري جيبكن كيرا براتوج به تدي كرد ما دماغ بخازن جزا بدن يكيد بي از كيرا كو از گوي تجيكم اكو اباك نتوجه يعني كي ناكي جناك ايش وترصا يدها زيدد يعني دبي اما وهانكن إجا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام وها أمر متك فرمان متك طبعا في النتيجة علينا أن نرحم المخلوقات جميعا الله عز وجل جعلنا خلفاء وجعل سائر المخلوقات تحت خدمتنا فعلينا أن نراعي ما جعلها الله عز وجل في خدمتنا وأن نرحم من لا يرحم لا يرحم فلنعلم هذا جعلنا الله وإياكم من أهل الرحمة إن شاء الله داوي دا قالوا جماعة تجبير بانكن اوان حیوانا چه معصید بن چه طیر بن چه حیوان مازن ابچوب خدای وان کریا بن خدمتا ما ام گرش خدای بترس رحمل وان حیوانا بکن ام بنا خلیفه خدای دی دنیا هانه دا خوای خبردان امن ام بجن یا اقتدی لفراد بجن داگلی لیدر یعنی داگلی لیدر امن خدای مکره گوته ته مسئولی بی کائنات هانه حرمت قانونی من بگره
مثلا حيوان نايل ما سيارنا بن ام الحيوان سيار بن حيوان شيله ما بناقن ام شيله ما بتقون هيك ما تنب هيك ما بكون قوشت ما ناقن الله ما تق وحشي نبن ام جرى رحمل بان حيوانات بكن وظيفه ما هو ام انسان برحمل بان حيوان يعني بكن خدي عز وجل رحمه المتباب كي ان شاء الله وما بقرنا اهل رحمته في دنيا هنيدا وام رحمه الحيوان جبكن ان شاء الله الى ان نلتقي في الجمعه القادمه ابقوا في حفظ الله ورعايته. Muhterem kardeşlerim, bugün önemli bir konu,